علامات وإشارات بتظهر قدامك على التابلو باللون الأحمر. تعالي مع بعض في الفيديو ده نعرف إيه هي العلامات دي ومدى خطورتها. رقم 1، علامة البطارية، وده بيكون شكلها. طبعا العلامة دي لو ظاهرة قدامك ده معناه إن البطارية فيها مشكلة كده، وقفت وكده طبعا مش هتقدري تمشي بالعربية، وفي الحالة دي هتحتاجي توصيلة للبطارية علشان العربية تمشي، أو ممكن لو عملت كده وإنتي ماشية بتبقى محتاجة كده البطارية إنها تتغير لأن عمرها الافتراضي انتهى. نمرة 2، علامة الهاند بريك أو فرامل اليد. وطبعا مهم جدا انك تتأكدي قبل ما تطلعي بالعربية ان الفرامل اليد نزلت ومش موجودة قدامك على التابلو، لان في منتهى الخطورة انك تسوقي وفرامل اليد مرفوعة وعلامتها موجودة. نمرة 3، مؤشر الزيت، ودي العلامة بتاعته، ودي لو ظهرت ده معناه ان مؤشر الزيت قل جدا في العربية او ممكن يكون فيه تسريب، فلازم تقفي فورا لو شفتي العلامة دي، لان في منتهى الخطورة تمشي والزيت ناقص بتاع الموتور. نمرة 4، مؤشر الحرارة، وده بيكون شكله، وده طبعا خطر جدا انك تمشي لو ظهر ده معناه ان المية قلت في الرادياتير او المروحة باظت او في اي مشكلة، وفي منتهى الخطورة انك تمشي والعربية سخنة، لان ده بيأثر بشكل سلبي على الموتور. اما نمرة 5، الحزام، وطبعا مهم جدا قبل ما نطلع بالعربية لازم نتأكد ان احنا لبسنا الحزام. وفي عربيات كتير لو ما اتلبست الحزام بتفضل تعمل انذار، وللأسف في ناس بتجيب سكاتة علشان ما تلبسش الحزام، وده طبعا في منتهى الخطورة. للسلامة والأمان مهم ان احنا نلبس الحزام، وكمان عشان في رادارات على الطريق ولسلامتنا الشخصية ولسلامة عربيتنا، وربنا يستر طريقكم ان شاء الله. وبس كده.